فيلم النهارده بيحكي عن شاب قوي استخدم مهاراته بالفنون القتالية علشان يدافع عن بنت مسكينة ضد مجموعة من البلطجية. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع شاب كيونج، وكيونج سافر من الصين لمدينة نيويورك بأمريكا، وهناك عمه شو استقبله ورحب بيه. وشو بقاله فترة طويلة ما شافش كيونج وكان فرحان جدا، ده غير ان هو اختبر لغته الانجليزية وتأكد ان هو ماهر فيها. ومن هنا كيونج انبهر من جمال مدينة نيويورك، لكنه اتفاجئ ان عمه فتح سوبر ماركت بحي فقير اسمه حي البرونكس. واول لما الاتنين وصلوا البيت فشو قال لكيونج ان هو وحشه هو ووالده، وطلب منه يوصل السلام لاهله لما يرجع للصين. وبالصدفة كيونج شاف خشبة لتدريب الكونغ فو فقعد يستعرض عليها مهاراته. ومن هنا بنكتشف ان كيونج ماهر جدا بالكونغ فو ولكماته اسرع من البرق، ده غير ان في طفل اسمه داني اعجب بمهارته العالية بالفنون القتالية. وداني يبقى طفل مسكين وعايش في بيت قريب من عم شو، ولكن كيونج كان لطيف معاه وعطاه لعبة فيديو هدية. وبعد كده كيونج هو وعمه راحوا للسوبر ماركت، وهناك كيونج قابل واحدة من قرايبه وسلم عليها، وكمان قابل صديقة عمه جيجي. وشو قال لكيونج ان هو هيتجوزها وهيسافروا بعد ما يبيعوا السوبر ماركت. ومن هنا بنقابل إلينا، وإلينا تبقى سيدة أعمال صينية وكانت هتشتري السوبر ماركت من شو، ووصلت علشان تتفق معاه على السعر. اما كيونج فجهز نفسه واستعد للشغل. ووقت ما كيونج كان بيشتغل فشاف مراية بالصدفة وبدأ يعمل حركات غبية، ولكن المفاجأة ان المراية كانت شفافة وإلينا قدرت تشوفه من داخل المكتب وفضلت تضحك عليه. وبالفعل إلينا وشو اتفقوا على سعر السوبر ماركت وانتهت الصفقة ما بينهم. وعم كيونج كان حاسس بسعادة كبيرة. بعد كده صديقه ظهر وسلمه سيارة غالية وطلب منه يخلي باله منها لحد لما يرجع من السفر. وبالليل كيونج صحي من النوم على صوت عالي جدا، ولما بص من الشباك فاكتشف ان في عصابتين عاملين سباق بالدراجات النارية على رهان ب$1000. وفي البداية في بنتين بدأوا يتسابقوا على العربيات الموجودة بجانب الطريق، فكيونج لاحظ ان في واحدة منهم هتدوس على عربية صديق عمه الغالية، فكيونج وقفها عند حدها وخلاها تخسر السباق. وطبعا البنت اتعصبت بشدة، ولكن البوليس وصل المكان على اخر لحظة والعصابتين هربوا في ثواني معدودة. وتاني يوم شو وجيجي اتجوزوا وعملوا احتفال كبير وقرروا انهم يسافروا علشان يقضوا شهر العسل. اما كيونج فقابل إلينا وقعد يتكلم معاها في سعادة. وبعد انتهاء الفرح فكيونج كان بيتمرن في حاله، لكنه اتفاجئ بعمه وزوجته وهم بيودعوه لانهم رايحين شهر العسل، ده غير ان عمه كيونج ساب له الاوراق الخاصة بملكية السوبر ماركت علشان يسلمها لإلينا. وبالفعل كيونج سلم اوراق الملكية لإلينا وساعدها في تجهيز السوبر ماركت. ولما كان بيتكلم معاها فلاحظ ان في مجرم بيسرق اكل من السوبر ماركت وما كانش عارف انهم بيراقبوه من ورا المراية الشفافة. وفي البداية إلينا حاولت توقفه لوحدها لكنه اتبلطج عليها هي والمساعدة بتاعتها، وفي مجرم تاني اتحد معاه. ومن هنا كيونج ظهر وقفهم عند حدهم، ده غير ان هو اتعصب عليهم بشدة لانهم اذوا إلينا وكانوا بيسرقوا الاكل من السوبر ماركت. ومن هنا كيونج استخدم مهاراته الخرافية بالكونغ فو وروق عليهم واحد ورا التاني، وبعد كده رماهم في الشارع زي الكلاب. اما إلينا فكانت منبهرة بقوته الرهيبة وشكرته على مساعدته. وبالليل كيونج ساعد إلينا انها تقفل السوبر ماركت وتأكد انها بخير. ولما كان بيتمشى في الشارع لوحده فلمح مجموعة من البلطجية عاوزين يتعدوا على بنت مسكينة، فطاردهم وعمل نفسه ظابط علشان يسيبوها في حالها. ومن هنا بتظهر المفاجأة ان افراد العصابة اللي كيونج طحنهم في السوبر ماركت عملوا له كمين وحصروه من كل اتجاه، وبدأوا يظهروا من الضلمة وهم مسلحين بمضارب خشبية وبيكونوا عاوزين يخلصوا على كيونج بأي شكل. ولكن كيونج كانت ردة فعله سريعة جدا وقدر ان هو يتفاداهم على اخر لحظة. ولان كيونج مش عارف المدينة كويس فالمجرمين حصروه من كل اتجاه. ومن هنا افراد العصابة رموا على كيونج ازايز ازاز والشظايا بدأت تطير في كل حتة وجرحته
بشده. ده غير ان في واحد من افراد العصابه كان هيضربه بالمسدس، ولكن في بنت اسمها نانسي وقفته عند حده، والزعيم طلب منه يسمع الكلام. وللاسف العصابه انطلقت في طريقها، وكيونج فضل مرمي وهو مصاب. اما نانسي رجعت لبيتها، ونانسي تبقى نفس البنت اللي اتسبقت بالموتوسيكل، وكيونج هو اللي تسبب في خسارتها. ده غير انها اخت الطفل داني اللي كيونج صاحبه. ومن هنا بنعرف ان نانسي فقيرة ومضطرة تشتغل في العصابة علشان تجمع الفلوس. ولكن فجأة كيونج ظهر واترمى على السلالم وهو مصاب لانه ساكن جنبها، فداني طلب منها تساعده لان كيونج صديقه العزيز. وتاني يوم كيونج فاق واتفاجئ ان جروحه متعالجة، فداني قال له ان اخته هي اللي داوت جروحه، ولكنها راحت المدرسة علشان ما تتأخرش على دروسها. وطبعا كيونج كان متفاجئ من اللي حصل، وشكر داني على مساعدته، وبعدها اخد نفسه ومشي من المكان. وكيونج انطلق للسوبر ماركت علشان يطمن على ألينا، لكنه اتفاجئ ان افراد العصابة رجعوا من جديد وبدأوا يطاردوه في كل حتة. وكيونج هرب بأقصى سرعته وسط الشوارع وحاول ان هو يتفاداهم بكل ما عنده، ولكن بدون اي فايدة لانهم راكبين دراجات سريعة وفضلوا يتتبعوه لفترات طويلة. ده غير ان هو وصل لمبنى مخصص لركن السيارات، وهناك العصابة حاصرته وما كانش قادر يهرب، فبدأ يتسلق لأعلى المبنى باستخدام مهارته الرهيبة، وبعد كده استخبى في شاحنة بلاليم. بس العصابة اكتشفوا مكانه على آخر لحظة وكانوا هيخلصوا عليه. ومن هنا كيونج استجمع قوته وقفز لمبنى تاني بأعجوبة، وقدر ان هو يهرب منهم على آخر لحظة. وفي الوقت ده في 2 من المهربين قابلوا عصابة مافيا، وكانوا هيبدلوا معاهم شنطة من الماس مقابل $1,000,000، لكنهم اتخانقوا مع بعض ودمروا كل سياراتهم وسط الخناقة. وبالصدفة نفس المجرم اللي كيونج ضربه في السوبر ماركت كان موجود بالمكان وسرق شنطة الألماس واختفى في ثواني. والمجرم ده بيكون اسمه أنجلو، وحاول ان هو يهرب من عصابة المافيا. اما كيونج فكان بيفسح داني واتفاجئ بالفوضى اللي بتحصل في المكان والمجرمين اللي بيطاردوا بعض بسبب الماس، فحاول ان هو ياخد داني للبيت علشان يحميه. وفي نفس الوقت ده أنجلو استخبى في المبنى، ولما اتحاصر فوضع شنطة الألماس في الوسادة الخاصة بكرسي داني علشان عصابة المافيا تسيبه في حاله. وفي النهاية البوليس وصل للمكان وقبض على المجرمين واخدهم للحجز. وطبعا كيونج كان سعيد جدا لان داني بخير وما حصلوش اي حاجة، ولكن ما كانش يعرف ان شنطة الألماس موجودة في الوسادة الخاصة بالكرسي بتاع داني. وبالليل كيونج راح لنادي ليلي، وهناك قعد يتكلم مع نانسي فشكرته لانه حمى اخوها داني من الشر. ومن هنا في واحد من العصابة لمح كيونج فبلغ بقية المجرمين، ولكن من حسن الحظ هو ونانسي هربوا من المكان في ثواني معدودة وكملوا كلامهم خارج النادي. وتاني يوم الصبح نانسي وكيونج اخدوا داني علشان يشتروا له ايس كريم. ومن هنا أنجلو ظهر فجأة وحاول يخطف الوسادة بتاعة داني علشان الألماس اللي موجود فيها، لكنه اكتشف ان الوسادة جديدة وكمل في طريقه. اما العصابة فاقتحمت السوبر ماركت الخاص بإلينا ودمروها تماما علشان ينتقموا منها هي وكيونج لانه وقف في طريقهم. وللاسف كيونج وصل متاخر، وإلينا كانت متدمره نفسيا وقالت له ان هو السبب في كل اللي حصل ده لانه ما كانش معاها علشان يحميها. وطبعا كيونج اتعصب وكان هينفجر من الغضب وراح لمقر العصابه. ومن هنا بنقابل توني، وتوني يبقى رئيس المجرمين، وقرر ان هو يتحدى كيونج في القتال. وفي بدايه القتال فكيونج اتفوق عليه بسبب سرعته وضرباته المركزه وكان هيكسب المعركه، ولكن بقيه المجرمين حاصروه ونزلوا فيه طحن. والمجرمين كانوا كتير جدا وحاولوا يدمروه، ولكن كيونج كان اسرع من البرق وتفادى كل ضرباتهم في ثواني معدوده. فتوني استسلم هو واتباعه وطلب منهم يوقفوا القتال. ومن هنا كيونج قال لهم انتوا لازم تبعدوا عن فريق الشر وتساعدوا الناس الغلابه لانكم هتدمروا حياتكم وهتدخلوا السجن في النهايه. ومن هنا في واحد من افراد العصابه ظهر وحذرهم كلهم من المافيا لانهم بيدوروا على الماس الخاص بيهم. وللاسف التحذير وصل متاخر والمافيا حاصروا أنجلو وكيونج وسالوه عن مكان شنطه الماس، ده غير انهم عددوه بالسلاح علشان يعترفوا. ومن هنا كيونج عرف من كلام أنجلو ان هو مخبي الماس في وساده الكرسي الخاص بداني، فاخدهم للبيت علشان يفتشوا براحتهم، ولكن داني غير وساده الكرسي الخاصه بيه بوساده جديده. ومن هنا افراد عصابه المافيا اتعصبوا، وبالصدفه كيونج لمح الوساده القديمه وقال ان هو هيدور على الماس اللي موجود فيها
كده لكنه غفل المجرم في ثواني ومسكه وروق عليه هو وصاحبه. وبعد كده اتصل على رئيس المافيا وقال انا معايا الماس الخاص بيك ولازم تبعد عن اصدقائي والا هدمرك تماما. ومن هنا كيونج راح لإلينا وفرح لانها بنت السوبر ماركت من جديد فطلب يتكلم معاها على انفراد. وبعد كده وراها الماس وقال لها على الحكايه من البدايه فحست بالصدمه وطلبت تروح الحمام. ولكن فجاه كيونج اكتشف ان المافيا ربطوا سلاسل بكل حته في المكان وشدوا السلاسل بشاحنه ضخمه مره واحده لدرجه ان السوبر ماركت اتهدم في ثواني. ومن هنا إلينا فضلت تعيط لان كل حاجه بنتها اتدمرت تماما. ومن هنا كيونج استسلم وقال لرئيس المافيا ان هو هيسلمه الماس مقابل ان هو يسيبه في حاله هو واصدقائه. وبعد كده كيونج كلم البوليس وزرع اجهزه تصنت في الملابس بتاعته علشان يكتشف كل مخططات زعيم المافيا والظابط اتمنى له التوفيق في رحلته. وبالفعل كيونج قابل 2 من افراد المافيا ووراهم واحده من الماسات علشان يتاكدوا ان هو مش بيكذب عليهم ولكنه رفض يسلمهم الشنطه كامله وطلب ان هو يقابل الزعيم بتاعهم. وفي البدايه العصابه رفضوا لكنهم وافقوا في النهايه واخدوا كيونج لمكان مهجور. وبعد كده فتشوه وعرفوا ان هو معاه اجهزه تجسس فزعيم المافيا قال لهم يخلصوا عليه ومش مهم باقي المسات. وبالفعل افراد العصابه انقلبوا على كيونج وكانوا هيقتلوه ولكن من حسن الحظ البوليس ظهر على اخر لحظه وبدا يطاردهم. اما المجرمين فسببوا فوضى كبيره جدا في المكان وسرقوا غواصه بحريه ولكن كيونج ما سابهمش في حالهم وانطلق وراهم لحد لما وصلوا للشاطئ. وطبعا كل الناس خافوا وحاولوا يستخبوا من الغواصه بس كيونج قدر ان هو يتتبعهم لوسط المدينه وهناك لمح سيف حاد بالصدفه فاخده وركب في سياره وبعدها دمر الكاوتش الخاص بالغواصه وساعد البوليس ان هو يقبض على المجرمين. ده غير ان هو صلح الغواصه من جديد وعرف المكان اللي زعيم المافيا موجود فيه فاخد اصدقائه معاه وخلاه يجري زي الكلب هو واتباعه وانتقم منه على كل اللي هو عمله. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي. يا الله سلام.